ما هي مقومات هذا البناء الحضاري؟ هناك مقومات كثيرة. من هذه المقومات المقوم الأول هو حسن استثمار مآثر وآثار الحضارات السابقة. والبناء الحضاري عمل تراكمي. نقرأ عن الحضارة الإغريقية اليونانية فنأخذ منها الكثير، ونقرأ عن الحضارة الفينيقية فنستفيد منها الكثير. وبالمناسبة كل حضارة تتميز بخصائص تنفرد بها. كل حضارة نطلع عليها ونستقرئ آثارها نستشف هذه النتيجة وهذه السمة، أن كل حضارة تحمل خصائص تميزها عن غيرها. نقرأ عن الحضارة اليونانية وما أثمرته في مجال التفكير وإعمال الفكر وفي مجال الفلسفة. ونقرأ عن الحضارة الأكادية وحضارات ما بين النهرين في العراق الجريح. ونقرأ عن الحضارة الرومانية، ونقرأ ما يعني عن الحضارات المختلفة. فكل حضارة نستفيد منها أمورا نحسن استثمارها في البناء الحضاري المنشود. هذا مقوم أساس، لأن الله يعلمنا ألا ننسى فضل السابقين. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. المقوم الثاني هو حسن استثمار تلك السنن المبثوثة في هذا الكون الفسيح، لأن سنن الله لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكلما ذكرت السنن إلا وتأتي تلك الإشارات التي تنبهنا إلى ضرورة حسن التعامل مع هذه السنن بعد اكتشافها والتعرف عليها. ويأتي المقوم الثالث وهو مهم جدا، وهو تحقيق مبدأ التعاون بين البشر. وإذا تحدثنا عن أمتنا التي هي مطالبة بأن تحقق هذا البناء الحضاري، لأن الله قد شرفها أن تكون شاهدة على الناس. فأمة الإسلام هي التي تشهد على جميع الأقوام السابقين، وتشهد على الأمم السابقة، بل وتشهد على جميع النبيين والمرسلين وعلى أقوامهم. هل آمنوا أم كفروا؟ هل أطاعوا أم عصوا؟ والدليل كما في سورة البقرة والآية استمعتم إلى الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه العبارة وهذه الآية تحمل معنيين كبيرين: معنى التشريف، أن شرف الله عز وجل هذه الأمة بشرف الشهادة على الناس، ومعنى التكليف، لتعمل على هذه الأمة لتحقق شهودها الحضاري، لتكون حاضرة لا غائبة. والذي ينظر إلى حال أمتنا سيحزن، وهو ما عبر عنه أحد الشعراء بقوله: كلما نظرت إلى حاضرنا عقني اليأس عن المستقبل، قد مشى الغرب على هام السهى ومشينا في الحضيض الأسفل. أمتنا تعاني ألوانا من القروح كما عبر عنها القرآن، تعاني ألوانا من الضربات. والله عز وجل قد سبق في علمه أن هذه الأمة تحتاج إلى علاج حينما تضعف، حينما تتخلف عن الشهود
وقد قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران بدءا من الآية 139 وما بعدها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم نأتي إلى مقوم آخر مهم جدا، وهو تحقيق الوسطية بين جميع المتقابلات والمتضادات، لأن الوسطية هي صمام أمان. الوسطية صمام أمان. استمعنا إلى سورة البقرة الآية 43: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط للدين الوسط، لتحقق التوازن بين جميع المتقابلات، بين النقل والعقل. وأحسن من عبر عن هذه المعادلة صاحب الإحياء أبو حامد الغزالي في ذلك التوافق وذلك التناسب والتلاحم القائم بين النقل والعقل، وشبه ذلك بالشعاع والبصر. لا يمكن أن نرى الموجودات إلا بالجمع بين النظر أي البصر والشعاع أو الضوء، فكذلك الحقائق الكبرى لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوازن والجمع بين النقل وهو الوحي والعقل. وكذلك لابد أن نجمع بين المادة والروح، فالإنسان جسد وروح، ولكن إذا جمعنا بينهما حصل التلاحم بين المادة والروح، يتحقق التوازن بينهما، وهذا شرط أساس. لذلك نجد القرآن يغذي الروح وفي الوقت نفسه يغذي الجسد. هذه المقومات نجدها مبثوثة في هذه الأرض، ولا يمكن أن نتعرف عليها وأن نكتشفها إلا بمقوم أخير، وبه أختم، وهو العلم. لا يمكن أن نبني حضارة في هذا الوجود إلا بالعلم. لذلك قدر الله عز وجل أن تكون الآيات الأولى التي أنزلت في غار حراء على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات آمرة بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم جاءت آيات أخرى تترى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فرضية طلب العلم. وقد عبر عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويأتي هذا القرآن الذي يأخذ بقلوبنا وبألبابنا وبعقولنا من أجل النظر في الكتابين، في كتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم، والنظر في كتاب الله المفتوح، في كتاب الله المنشور وهو هذا الكون بجميع موجوداته. والآيات كثيرة لا نحصيها. من هذه الآيات ما ورد في سورة ياسين في الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وانبثاث الزوجية في الكون هذا سر من أسرار الله عز وجل في هذا الكون، فإذا تعرفنا عليه وأحسننا استثماره بإذن الله فقد حققنا شرطا مهما في تحقيق ذلك البناء الحضاري، بذلك الهم الذي يحرك الطاقات، بذلك الهم الذي يصنع الهمم. أقول ربنا قال في سورة ياسين في الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. هذه الصيغة تفيد الاستغراق بلا استثناء، جميع هذه الأزواج
ما علمنا وما جهلنا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذه الآية تساوي تماما الآية 49 من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وهذه الصيغة أيضا تفيد الاستغراق والشمول. ونعود إلى سورة فصلت، خاصة الآية 53 حيث يقول ربنا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وجاءت آية أخرى أذكر بعضا منها في سورة الذاريات بدءا من الآية 7: والسماء ذات الحبك. وفي الآية رقم 20: وفي الأرض آيات للموقنين